اهلا بيكم. طبعا احنا دلوقتي في ظل خضم الحرب اللي بدأت دي، واللي ما فيش تصريحات اكيدة اذا كان الخمائني تم اصابته ولا لا. بس يا جماعة عشان نعرف فكرة المرشد عند الشيعة الاثنا عشرية، ده يكاد يكون لحد ظهور الامام المهدي المنتظر عندهم. ده يعتبر هو وسيلة التواصل والكلام، يعني شبه كلامه كلام مقدس، فمعنى قتله دي حاجة كبيرة جدا عند الشيعة الاثنى عشرية. والشيعة الاثنى عشرية مش موجودين بس أذرع إيران، موجودين في كل حتة. والفكرة مش فكرة سياسة بس، لأ، ده في جانب ديني إيماني عقائدي بالظبط كده. عشان ندي تشبيه زي بابا روما الكاثوليك، عندهم بابا الفاتيكان، ده شيء مقدس جدا. فمعنى قتل الخمائني ان احنا هنشوف او محاولة او اصابته او اصابات الصف الاول. طبعا في كلام عن اصابات وزير الدفاع انه مات، ابن جوز بنته بنت الخمائني مات، مش عارف قائد الحرس الثوري مات. فطبعا هي ايران متخربقه، كلها ما كلها مليانه خلايا تجسس، احنا فاهمين ده. ثانيه واحده، فاهمين ده ان ايران كلها مليانه، يعني متخبئه خلايا تجسس. طب احنا دلوقتي كمصر موقفنا ايه؟ احنا من مصلحتنا طبعا ان الحرب دي تقف والتهدئه تتم. بس ايه اللي هيحصل بكره احنا مش عارفين. نتنياهو بوضوح قبل كده قال ان انا بحلم اكون الملك بتاع اسرائيل اللي هيكون دولة من النيل الى الفرات. معنى الكلام ده ان هو بيتكلم عن حرب هرمجدون اللي هتحصل في اخر الزمان. الحرب دي موجودة في معظم الأديان، موجودة في الدين المسيحي بتصور ما وفهم ما، موجودة في الدين الإسلامي بتصور ما، موجودة عند اليهودي عند الدين اليهودي بتصور ما. المهم في الآخر إن التصور المتطرف عند بعض اليهود وبعض المسيحيين إن لازم يتم إقامة دولة إسرائيل الكبرى عند المسيحيين، اللي هم يعتبروا تابعين للإنجيليين في أمريكا. في طائفة كتيرة في فهمهم وتفسيرهم لبعض نصوص الكتاب المقدس إن المسيح